وسلم يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء.
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا
حبيب النبي يا حبيبنا شايل الله شايل الله شايل الله يا إمام ابن إمام شايل الله شايل الله شايل الله يا حبيبنا شايل الله شايل الله شايل الله يا إمام ابن إمام شايل الله شايل الله شايل الله أشرق البدر علينا واختفى بدر تمام بدر تمام مثل حسنها ما رأينا في العيرة قايني وشام وشام يا حبيبنا وقالي شايل الله شايل الله شايل الله يا إمام ابن إمام شايل الله شايل الله شايل الله ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام ياك الجسام يا حبيبنا شايل الله شايل الله شايل الله يا إمام ابن شايل الله شايل الله شايل الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله بالقريب
صلى الله فله الحمد عليه الذي لا تنحسر أفراده بتعداد صلى الله ولا عليه يمره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لمن ولا جل ما شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله قد عليه ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله لعبد عليه العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله وسبحان عليه الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحال بتعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور صلى الله عليه من الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله فمن عليه فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك صلى له الله شهادة عليه تعجى اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه في الصدور من الإيمان قواعد الله عليه وتلو عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله أشهد عليه أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلي عن الله ما أمره بالتبالي لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله فبلغ عليه الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله بمن الأمة بشرا كثيرا وكان في ذي المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة إن تسرسرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم وسلم بأجل الصلوات وجماعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وبرز عليه فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وكمل عليه غاية الإكمال صلى الله صلاة تسبيحه المصلي عليه به فينبس في قلب نور
سر التعلق به وحبه ويكتبها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه صلى الله عليه فيعطينا الأشرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيض بالتصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله عليه، يتشرف في موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه. فتعلقت همة الرقيم لهذه الخروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصول تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير لنا صلى الله عليه. ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين صلى الله عليه. وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبيض رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أنت الذي من نورك البدر تشاء والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي
ناداك ربك مرحبا ولقد تعد لكربه وحباك لك معجزة أعجزت كل الورى وقضائقة جلت فليست تحاكى قد فق يا طه جميع الأنبياء ومن سبحان الذي زواك صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الورى محل مشتاق إلى رؤياك وعلى صحابتك الكرام وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين وكل من والاك يا ربي أنت الهادي وافقني للهدى ونور لي فؤادي وجلو عنه صدى يا ربي أنت الهادي وافقني للهدى ونور لي فؤادي وجلو عنه صدى يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي وانا مالي غيرك مالي 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 وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وافقني للهدى يا ربي أنت الهادي وافقني للهدى ونور لي فؤادي وجلو عنه صدى يا ربي أنت الهادي وافقني للهدى ونور لي فؤادي وجلو عنه صدى يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي وانا مالي غيرك مالي 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 وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى
مولاي اصلح أيامي وارزقني طيبا وتكرم بالإنعام وهي سببا ونمالي عنا السلوى ونمالي ذكر الرجوى ونمالي عنا السلوى ونمالي ذكر الرجوى يا ربي انظر إلينا يا ربي تب عليا يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي زكني طندا يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي وجلو عنه صدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي وجلو عنه صدى يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تطرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطام فزا وأفنى أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه والصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاه فزا وأفنى الله رعاك على الشباب جمعت بصفات كل الأنام الله الله رعاك على الشباب جمعت بصفات كل الأنام والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك
والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاه فزع فلا أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه والصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاه فزوى فلا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل صلى الله عليه مما استفاده الفهم من صفات هذا عبد العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل صلى الله وهنا عليه حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسمع والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المبدع في هذه السورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله هو قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله وقد ورد من عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين صلى الله أصلاب عليه وبطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم صلى الله عبد الله بن عليه عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وضمت عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه فحملته برعايات الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا تشكو عليه ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشمر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على
أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بدون إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. كل دابة لقريش نطقت بفصيل عبارة مولة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزرق السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه وبروزه من علف الخفاء إلى عالم الظهور بعد التنكل في البطون والظهور صلى الله عليه. في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. حين قرب ونضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب. وانظر الجود الإلهي على أهل الوجود تثج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. Jambu terus sallallahu alaihi karena saya bitong selama itu sampean oleh ganjaran jambu sallallahu alaihi. وانفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه. أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من حور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. Belajar khusyuk saya nak kena cak kerja khusyuk hadiraki Rasulullah nang atena. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل
أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرات واستضيئوا بجمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء يا مع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصل على محمد سلم عليه أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد آمين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا دعا لله واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه الآمال فتعوذ ظافرا ولا باب عزة تعوذ الرحال وتوشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع لأمانتك وحفيظ سرك وحمل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بأشرف الأفار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وسكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلبنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيات وأعمالنا وتجعلنا في الحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من حصر هذا الحبيب ووازر ووله وظهر وعم ببركاته وشرف وجهته الأولادنا ووالدينا وأهل كدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسرورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولد الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع
وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مشفعين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الله الله يا الله لنا بالقبول 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 يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول الله الله يا الله لنا بالقبول فينا باب مولانا طرحنا الحمول الله الله يا الله لنا بالقبول منه المواهب والرضا والقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا خير معطي هب لنا كل سول الله الله يا الله لنا بالقبول منك بالحسنى نهار القفول الله الله يا الله لنا بالقبول لنا القرب منك واللقاء والوصول الله الله يا الله لنا بالقبول شاهد في مرآه طه الرسول الله الله يا الله لنا بالقبول ننظر إلينا واستمع ما نقول الله الله يا الله لنا بالقبول دعانا فإن تحت بابك نزول الله الله يا الله لنا ثم بالقبول الصلاة على المختار طه الرسول الله الله يا الله لنا بالقبول والصحب ما داعي رجع بالقبول الله الله يا الله لنا